كل سنة وانتم طيبين وبالعيد متهنيين وبالكحك والبسكويت واكلين. بس ما تاكلوش كتير عشان المعدة وكده. الحمد لله احنا صايمين الست ايام اللي بعد العيد بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين. نبدأ بقى الفيديو بتاعنا الجميل الظريف الحلو قوي ده، اللي هو فيه اصلا الممبار بتاع مين؟ نبيل اللي كان جابهولنا. تسلم يا نبيل، كنت لسه عملته. نبدأ كده بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. تعالوا نشوف عملنا ايه بسرعة. يلا كده. جبت الممبار وغسلته زي ما كنت معاكم وريهولكم. كنت نقعه في خل وملح وكنت مظبطه خالص، بس برضو اتاكد عليه. جبت الممبار بتاعنا، كنت مطلعاه على الابيض طبعا. وحطيت عليه معلقه دقيق، معلقه طحينه، وعصره ليمون، وسبته يجي 10 دقايق او ربع ساعه في الخلطه ديت شويه. ما عرفناش بقى نلف نعمله بالمعلقه بس كده، لا عمل قلبته كويس قوي وسبته بالخلطه دي شويه. يعني ما كنت عملت جهزت حاجات تانية. عملت جنبه لحمه. الحمد لله قلبت كلها، يعني الحمد لله ولله الحمد. قلبت ابيض يعني. غسلت وخلصت، حطيت لحمتي وخلصت. جبت غسلت الممبار كويس قوي تاني بالميه كويس قوي، وجبت عشان اقطعهم. جيت اقطع بالمقص. كنت بجيب يعني مقصين، المقص التاني بتاعنا برضه مقص الجري، يعني الحمد لله. مش عارف، نفسي اجيب مقص يا جماعه يبقى حلو، والله العظيم مش عارفه اجيب المقص ده. لسه ما استعملتوش اصلا، بس الحمد لله. متاني راجعه للسكين. عملت حته كده استوى كده على المقاس اللي انا عايزاه. تعملي بقى كبير صغير دي حريه شخصيه، انت حره بقى. نيجي شفت حته كده ممبرايه قطعتها وقطعت عليها اهو. اقطع طبعا بعد الغسيل. تقطعي من الغسيل، هو لو جاي نضيف لازم هتغسليه برضو وتعيدي عليه. لو انت اللي غسلاه برضو ساعه ما تيجي تستعمليه هتغسليه. يا جماعه انا كنت زودت على الممبار، قلت ما كانش هيقضينا، فهتلاقي على فكره هتلاقوا واحد ابيض قوي، واحد يعني حاجات بسيطه، يعني شويه صغننين كده، مش ابيض يعني. طبعا انا كنت قبل ده مقطعه ولسه كنت هقول عامله البصل. كبه باظت يا جماعه، الكبه جدا باظت الحمد لله. عايزه اجيب كبه حلو، بس ان شاء الله هجيبها بالكهرباء المره دي، مش هجيبها يدوي. قطعت بصل شويه حلوين كده. طبعا كل ما كتر البصل كل ما تخلط تبقى جميله. انا عاملها في ني، مش هسبك. لا طبعا بتاعه الممبار ما بتسبكش، مش زي بتاعه كرنب والبتنجان وكده. قطعت بتنجان، قطعت الخضره بقى، شبت وكزبره. وعايزه تعملي بقى، انا ما بحبش بقدونس. ما عملتش بقدونس، عملت شبت وكزبره، فلفل اخضر. عايزه تعملي فلفل الوان اعملي، اللي ممكن فلفل حامي اصفر واحمر. انا عملت اخضر بس اللي كان عندي. نزلت ببهاراتي بقى. 7 بهارات: قرفة، بابريكا، ربع معلقة كزبرة، كمون، فلفل اسمر، والملح اهم حاجة. ونص معلقة سكر، لان انا هعمل في بصل وفي طماطم. هجيب الطماطم دلوقتي هنزل. بس قلبت الخلطة الحلوة بتاعتنا ديت ونزلت بيها على الرز. صفيت الرز كويس قوي. وهجيب قد يعني ربع كوباية صغيرة، يعني ربع كوباية صغيرة كده زيت شو اللي حطيتهم دول. ونزلت بفصين 2 توم. التوم بخليه جميل جدا، يعني ريحة كده وبدي تست حلو. جبت عملت شفشق طماطم حلو كده ونزلت بيه. طبعا ني في ني كله، ما سبكتلوش ولا اي حاجة. وصفيته وحطيته. في ناس ممكن ما تصفوش عادي، ما فيش مشكلة، بس انا بحب ان انا اصفيه اهو. وقلبت كويس قوي في مقطع كده في الاول راح، ما فيش مشكلة. المهم انا كنت ركنت الرز بحال. انا الحمد لله الرز خلص كلته. المهم كنت باخد شويه بشويه عشان ما اصفرش الرز كله، عشان لو في حاجه فاتت. طبعا هو ده يعتبر كيلو ممبار، هياخد رز قد كيلو الا ربع. غسلت كيلو الا ربع كده الحمد لله، لانك انت بتمليش الممبرايه. المهم خدت الممبار اهوت وحطيت في بوزه من هنا وبوزه من. شوف اسهل طريقه دي، اسهل طريقه. انا جربت طرق كتير، اسهل طريقه. في ناس بتعمله بالقمع، والله العظيم شفت ناس من زمان كانوا بيعملوا بالسرنجة الكبيرة كده. يملوا السرنجة الكبيرة رز،
اللي هي 5 سنتي تقريبا، وحطها وقطع بوزها من فوق وجيبه في المنبار، وبالذات بتاع الايه اللي هو الخرفان، في منبار خرفان رفيع، فكانوا بايه بيعملوا كده. انا ما جربتوش ولا بالقمع حتى. جت في دماغي في الساعه دي ان انا اعمل بالقمع، قلت وليه ده، انا بعمل على طول وسريع ما شاء الله. انا بحب الحاشيه بتاعه المنبار ديت، فعادي مش معطله معايا، واني يعني ايه مش عامل قوي، مش اللهم صل على محمد، مش صغير مش ضيق، لا هو حلو، في كبير وفي صغير يعني كده، حلو وسط حلو. جيت اقرب اخلص بقى لما نحط الميه، وحطينا فيها ايه ورق اللوري وحبهان و ايه كمان وقرفة خشب، وانزل بايه بالمباراة بعد ما غلي. اللي شفتوه دلوقتي ده كان لسان عصفور، كنا بنعمل جنبه لسان عصفور ولحمة عشان يبقاش لوحده بس كده. عملت لسان عصفور الاول لان انا في الوقت ده كنت دول 6 ايام، فانا صايمه، فقوم ايه العيال فاطرين عشان ياكلوا لهم اي حاجه عمل ده يستوي، حاجه سريعه وكده يعني، على ما المبار يستوي كده. كل سنه وانتم طيبين، وفي العيد متهنيين يا رب، وعد عليكم بخير، والعيد الجاي يا رب يكون كلكم محققين احلامكم، اللهم امين يا رب العالمين. ويا رب يكون عيد سعيد عليكم، ويكونوا اتبسطتوا كده بالعيد وبالسوداني وبالتمر وبالترمس وبالكحك والبسكويت، بس اهم حاجه ما تكتروش. اللي بصوم تقريبا يعني ايه مش هياكل الحاجات دي دلوقتي، هيبقى انا عن نفسي الحمد لله يعني هيبقى العيد بتاع الخميس اللي هو الوقفه الخميس مثل الوقفه التانية اللي بتاعه رمضان. الحمد لله نصوم ال6 ايام كده ايه ورا بعض باذن الله. طبعا بتاع المبار بتاعنا استوى. طبعا كل واحد بيعرف ايه، انا بعرفه بشكله يعني، ممكن اطلع واحده كده امسكها اعرف اهو طلع. نسيبه بقى يبرد براحته، اسيبه يبرد خالص اهوت، جبت بقى الزيت بتاعنا، شويه زيت كده في الطاسه، واحط احمر فيه. انا بحبش احمر انا انا بعشق الممبرايه اللي هي من الاطراف كده، بحس انها بتقرمش كده. بس ما بحبش برضو ان الممبرايه تبقى غامقه، صفرها حلو كده، ده صفر كويس ما شاء الله، ما شاء الله اللهم بارك. طلعت دور واعمل ايه تاني، اطلعه اهوت. كل ده في الاستعجال يلا ان شاء الله اللهم بارك. كان عندي بس عود كزبره صغنن فايض كده من المحشي، قطعته وحطيت عليه اهو، تاكلوا معانا. شوفوا بقى الحركه ديت، هطلع بالشوكه واقطع بالسكينه عشان هي سخنه، بعمل بس والله عشان هي سخنه، فانا دلوقتي اصلا هتضايق من الشوكه او محطاها، جيت هاجي احط مش عارفه جيبها بالايه بتاع. طبعا كان المغربي الدم كده اهو، انا بس من ورا لكم اهو. اتفضلوا معانا، كل سنه وانتم طيبين، وشكرا يا نبيل، كل سنه وانت في اتم صحه واحسن حال. بس انا بتقول دوقيني، كنت بديلها الدواء، كانت ضاقت اصلا وحطيتها ورجعت اديتها لها تاني. يلا مع السلامه، مع الف مليون سلامه.